من احلى واجمل الوصفات اللي انتم ممكن تجربوها. لا. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. قبل ما ندخل بقى في بهارات النهارده، لان انا جايه علشان طبعا ابهركم. عايزه اشكركم كلكم ان انتوا دايما بتبعتوا تسالوا عليا. انا فعلا بقالي فتره مقصره معاكم، بقالي فتره غايبه كده مختفيه، ولكن ده غصب عني. يمكن الفتره دي بمر كده بشويه حاجات صعبه، اتمنى كلكم تدعوا لي وربنا يهونها علينا كلنا ان شاء الله. زي ما انتوا عارفين الحياه يعني شويه فوق شويه تحت، فطبيعي نلاقي حاجات كده بتضايقنا وحاجات بتحاول توقفنا، تفاصيل كتير، ولكن اهم حاجه ان احنا نقدر نقف على رجلينا تاني ونقدر نكمل، لان الحياه مش هتخلى من الصراعات. ربنا يقويكم ويقويني ان شاء الله، ويفكها على اي حد متضايق، ونعدي كلنا الفترات دي على خير. وعلى طريقه الشيف فيفيان فريد اللي انا بحبها جدا وماما بتحبها جدا، قررنا نعمل وصفه هي عملتها حلوه جدا جدا. الحقيقه انا ما جربتهاش لسه، انا بقول حلوه لان هي بهرتني في الفيديو، فانا واثقه ان شاء الله ان انا لما اطبقها معاكم النهارده هتبهركم. فزي ما انتم عارفين احنا لسه في الصيام، نفطر خلاص بعد كام يوم، هانت قوي يعني، وانتم كمان طالعين بقى من اعياد واكل وكده، فهنعمل حاجه النهارده خفيفه وبسيطه كمان في التكلفه. فيلا بينا مش هطول عليكم. النهارده بقى هنعمل كفته من غير كفته، كفته من غير كفته، اوكي كفته من غير لحمه ولا فراخ. يلا بينا. جبنا كبه ماما، والحمد لله ان هي مش قاعده، عشان لو قاعده وشافتني وانا بطلع الكبه دي هيبقى فيها حوار تاني. 220 جرام عدس بجبه منقوع اكتر من 12 ساعه، يعني اقل حاجه ننقعه 12 ساعه، ولو اكتر من كده شغال برضه. فانا هستخدم النهارده زي ما قلت لكم اقل من ربع، هننزل بيه في الكبه كده. ومنقوع مش مسلوق يا جماعه، ليه؟ عشان الشيف دي بقى قالت كده. ثواني هلم واجي. هندي بقى ضربتين كده للعدس بتاعنا في الكبه، وبعد ما يتضرب كده نروح نازلين عليه بايه بقى؟ ببطاطسايه مسلوقه. انا حطيت على كميه العدس دي بطاطسايه واحده مسلوقه. البطاطس بتتسلق يا جماعه، لكن العدس بيتنقع عشان ما ننساش. هننزل بقى بالبطاطس بتاعتنا كده، وبعد كده بقى ننزل ببصلايه. انا حطيت عدد واحده بصلايه صغيره علشان الكميه مش كتير. بعد بقى نبهر ملح فلفل، انا حطيت حته كزبره، ولو عندكم 7 بهارات حطوا، لو عندكم حبهان مطحون حطوا، لو عندكم جوز الطيب وبشوره حته. طبعا انا ما عنديش كل ده، بس انا عندي بهارات كفته وهي قالت عليها انها مهمه جدا، فنعتبرها اهم من كل ده ونحط بهارات كفته. وشويه خضره بقى، شبت، بقدونس، كزبره، ننزل عليهم، وبعدين ندي كل دول ضربه كده مع بعض. وقبل بقى ما نشوف الدنيا فيها ايه نروح نازلين بشويه بقسماط. انا حطيت على الكميه دي نص كوبايه بقسماط، وممكن كمان تحتاج اكتر. جيب بس صينيه كده احط فيها شويه بقسماط عشان اصبعها وارص عليها عشان ما تلزقش في الصينيه. وحطيت الزيت على البوتاجاز سايبه يسخن كويس. تعالوا كده نجرب نصبع واحده. واول ما نبتدي كده نعمل الكفته نحط جنبنا طبق فيه شويه زيت علشان واحنا بنصبع ما تلزقش في ايدينا. وهجرب في ايه بقى اول حاجه. هنعمل الكميه اللي عندنا كلها، ويكون الزيت بتاعنا سخن وزيت غزير يا جماعه. زي ما انتم شايفين اهو بنبصها في الزيت، هو غزير ما فكتش بالزيت ولا حاجه يا جماعه اهو. ريحتها مش عايزه اقول لكم من احلى واجمل الوصفات اللي انتم ممكن تجربوها. لا الكفته في الحاتي خطيره خطيره، بتتخطف خطف. وزي ما انتم شايفين انا عامله واحده فاتحه، لو باين عندكم واحده غامقه، الغامقه احلى، غمقوها شويه. دي تقريبا الكميه اللي طلعت. عايزه اقول لكم ان في بتاع 10 ناقصين، دول بقى 11. لازم تجربوها. دلوقتي بقى لازم اخد راي المتابعين. سوسته عادي انت شوقه جدا. ايوه قولي الصراحه قولي الصراحه. صراحه حلوه جدا، فكرني جدا بالكبيبه والحاجات دي. بذمتك ايه رايك؟ ماما مش عايزه اخليني استخدم الكبه بس انا منها قلقانه مني. بصوا هم مش عارفين يتكلموا من كتر الاكل اساسا. كمان هي يعني بقى كله بياكل